جولة رقم 8 من سلسلة جولات تفطر فين في رمضان. كليكات تاني مرة معاكم في موكا باي. طول ما انت ماشي في موكا باي هتلاقي قعدات مختلفة. عد معايا كده. اول قعدة واحلاهم هي القعدة على البحر اللي هتاخد فيها احلى صور مع اهلك وصحابك، والقعدة دي بتطل في نفس الوقت على الكيدز زون اللي في الدور الارضي تحت. تاني قعدة في الكيدز زون، ودي عشان لو معاك اطفال هتقعد وانت مطمن وشايفهم قدامك بيلعبوا جوه الكيدز اريا. ولو انت بني ادم رايق ومالكش في الدوشة فالقعدة التالتة على البسين دي بتاعتك، بعيدة عن الدوشة والزحمة والتجمعات. رابع قعدة جوه الصالة، ودي في منها شكلين، الاول فوق على الروف والتاني في الدور الارضي بين البحر والكيدز زون. من كتر بقى البارتيشن هناك انا نسيت القعده الجايه دي رقم كام، بس المهم القعده دي عشان الناس اللي بتسقع في الشتاء. دي قاعده على الروف بعيد عن البحر شويه، وفي نفس الوقت بتطل بقى على المكان كله، على الكيدز زون، على الصاله، على القعده العربي. صح، نسيت القعده العربي. بيقول لك بقى القعدات العربي هناك مريحه لدرجه انك هتقلع الكوتشي وتمد رجليك. نيجي للكلام المهم بقى، نظام الدخول. الدخول 60 جنيه وبتاخد اي مشروب من المنيو على ذوقك سواء فريش او سخن، و40 جنيه لو هتاخد فطارك معاك. الفقره الاهم بقى لو انت بتفطر هناك، وده اصناف كتير من الوجبات هناك، واهم حاجه لفتت نظري ان الاكل كله جاي متغلف بستريتش محافظ على نظافه وسخونيه الاكل. وجبه البانيه فيها قطعتين اكبر من كف ايدك، والكفته اكتر حاجه عجبتني هناك. والناس الاكيله هتلاقي عندهم 6 اصناف من الطواجن اسعارها من 50 ل 120 جنيه وتكفي اكتر من فطار. بعد الفطار بقى لو قلبك جامد هتجرب التنوره زي اخينا ده او ده، هتقع وهيحاولوا يقوموك فهتقع تاني. ودي بقى فقره الهيصه والزنبليطه. والفقرات دي متاحه كل خميس وجمعه، ولو انتوا جروب كبير يفضل انكم تكونوا حاجزين. لو لسه ما رحتش موكا باي فايتك كتير.